5 ديال الاخطاء الا كان عندك سيزيام عندك ديرهم. هاد 5 الاخطاء اللي غنقولهم لكم في هذا الفيديو اما انا وقعت فيهم اما شفت الناس دراري صحابي اللي وقعوا فيهم ودرت لكم هذا الفيديو باش تجنبوهم. ولا كنتي كتفرج فيا لاول مره سلام، انا باطر اللي كنقدم لكم ان شاء الله كونتوني اللي يفيدكم ويعجبكم في نفس الوقت. ديك الساعه ما تنساش دير سبسكرايب تاكتيفي لا كلوش والانستغرام ديالي تا هو في لا ديسكريبسيون والباج فيسبوك. عندكم اي كيسيون اي استفسار انا موجود. بسم الله. واخا نبداو باول خطا واول حاجه كيطيحوا فيها بزاف ديال الناس، هي انهم كيبداو العام عادي بحال ما عندهمش الجهاوي، كيقولوا هذا غير سيزيام ماشي شي حاجه وكيعطيوه نفس الاهميه اللي عاطين طون كومون. شوف الا كنتي كتقرا متوسط ولا اقل من المتوسط وبغيتي دير شي ترانسفورماسيون في القرايه، هذا هو العام اللي خاصك تبدا منه. شحال من واحد كنعرفوا دار الخطا انه بغى يبدا ترانسفورماسيون، كيقول انه بغى يدير ترانسفورماسيون نسى ولا ما عطاش الاهميه للجهوي اللي كيمثل 25% من النقطه ديال الباك. فاش تنقول 25% من النقطه ديال الباك كاين بزاف ديال الناس ما عارفينش شنو هي 25% من النقطه ديال الباك. هاد 25% تقدر تسقطك، تقدر تنجحك، تقدر تدخلك للمدرسه، تقدر ما تدخلكش للمدرسه، شي طبعا بعد فضل الله سبحانه وتعالى والقدره ديالو. يعني هاد 25% راه 25% من التوتال. راه بنادم كيطلب فاصله 0 وما كيصيبهاش وكيسقط بسببها. يعني الجهاوي راه مهم بزاف، راه ما كنبالغش فاش نقول لكم الاهميه ديالو راه كبيره، راه فريمون كبيره ودير واحد لا ديفيرونس كبيره في لافينير ديال كل واحد منكم. يعني بداو بواحد العقليه ديال انكم باغيين تجيبوا في الجهاوي النقطه اللي غادي تهزكم، ديك ال 25% بغيتها تهزكم ماشي تهبطكم فاش تشدوا التوتال ديال النقطه. كاين شحال من واحد فاتو هاد الفرصه. انت اللي قدام اللي عندك بروميير باك ولا عندك حتى 30 كوما، قرا في البروميير باك مزيان باش ما تندمش. بالنسبه للخطا الثاني اللي كيطيحوا فيه بزاف ديال الناس، اكثر من 70% ديال اي واحد كيطلع بروميير باك كيوقع فيه الصحاب وما ادراك ما الصحاب الخايبين. شوف كاينه واحد المقوله اللي كتعجبني بزاف واللي غايل بزاف، الصاحب ساحب، يعني صاحبك كيسحبك معاه في اي طريق هو مشى ليها. بلا ما تقول انا غادي نجر بنادم ولا سرت على الناس اللي بغيتي اللي بعقلهم اللي داكشي اللي كيديروا كيعجبك وانت بغيتي تديرو. الا كنتي يلاه غادي تبدا العام، نصيحه من القلب، شوف شي صحاب اللي زوينين واللي يطلعوك معاهم من الفوق ماشي يهبطوك لتحت، واللي شي هاد الفتره فريمون الناس. انا اعطيكم بالنسبه لي انا عندك من الكاتريام 30 كوما واحد الديفيرونس كبيره في الشخصيه ديالي. كنشوف راسي قديم، نشوف واحد التغيير اللي طرا كبير من 30 كوما لسيزيام، واحد التغيير اللي تا هو كبر من اللي قبل. ودابا انا غادي وكنقرب للباك غادي وكنشوف التغيير اللي كيحصل لي دابا. وهذا التغيير واحد 50% كيكونوا سببه الصحاب. شحال من حاجه جريتها من صاحب، شحال من حاجه خداها من عندي صاحب. يعني الصحاب كيعاونوك ولا كينزلوا. الا كنتي في البدايه ديال العام جلس في القسم، شوف الناس اللي زوينين، شوف الناس اللي شفتوا الصداع. المهم هادو راه هامسترز جوج يتضاربوا دياليش، ولكن نقدر نشريهم من بعد، نحط شي واحد هنا نقرا معايا. نكملوا. الصحاب مو حاجه اساسيه تبني بها الشخصيه ديالك. جلس في القسم، شوف الناس اللي زوينين، شوف الناس اللي كيقراو اللي باغيين يقراو وكون صاحبهم. سلام لاباس بخير، خلي عندي نمرتك، خلي عندو نمرتك. ما تكونش صاحب كلشي ولكن كون مزيان مع كلشي. واحد نصيحه اخرى، شوف بالنسبه للناس اللي كيحتموا بزاف واللي قال لهم اي واحد شي حاجه صافي اللي ظريفين اكثر من القياس، اللي ظريفين لدرجه انهم كيخرجوا على راسهم. انا خرجت الساري ديال الفيزيك، قال لنا استاذ جيو وقال لك شي واحد عطاه ليا، عندك الحق تقول له، واخا يكون ما عرفتش كي كان، عندك الحق تقول له. انا تبحنت عليه، اما عندك الحق تقول ولكن ما تخليش ان داك الشخص يضغط عليك ولا ما كنتيش باغي. لا، طلع عطيتي المره الاولى، تعطي المره الثانيه، تعطي المره الثالثه، واخا انت ما باغيش حاجه ما بغيتيش ديرها. لا بغيتي ديرها، انا ما تنقولش ما تعطيش لبنادم، ولكن على حسابك انت لما كنتيش باغي ما تعطيش، الا كنتي باغي عطي. اصلا اختار لي شي صحاب مزيانين، راه ما غاديش يقول لك اصلا عطيني. حيت دوك الصحاب هما بغاو يتعلموا، هما بغاو يجيبوا مزيان في الجهاوي، هما بغاو يجيبوا مزيان في الوطن. يعني خذ شي صحاب مزيانين وقول لا، تعلم تقول لا ما كنتيش باغي. كثرت كتخرج على الواحد وكتخرج على الشخصيه ديال الواحد. بديت شويه كنخرج شويه على المواضيع، ولكن هذه الحاجه مهمه واللي عاونتني فريمون بزاف. الخطا الثالث اللي كيوقعوا فيه بزاف عاوتاني ديال الدراري، شوف انا عارفك خدمتي 4 ايام 5 ايام
مركز على المواد العلميه، ماط، فيزيك، اس في تي، الا كنتي دار تكنو، اس اي. كاين هذا العام راه مبدل. شنو مبدل فيه؟ كاين عندك هذا العام الجهوي ما فيش الماط بالنسبه للناس اللي ما دارينش اداب، كندوي على الناس اللي ما دارينش اداب، ما فيش الماط، ما فيش بي سي، ما فيش اس اي. اش فيه؟ في فرونسي، في عربيه، في تربيه اسلاميه، في اجتماعيات بالنسبه للناس اللي ما دارينش تكنو. يعني قرا المواد الادبيه. انا عارف كتكون واحد التغير انك تكون مركز على هذه شويه كتقلب على هذه، تكون مركز على المواد العلميه شويه خاصك تركز على المواد الادبيه ولا توازن بيناتهم. بزاف ديال الناس كيبقاو غادي بنفس السيستم، ما كيبدلوش السيستم ديال القرايه ديالهم، كيجيبوها في راسهم. تلقاه جايب في المراقبه واحد 17 ويجيب في الجهوي واحد 14 ولا 13. هذيك 17 ماشي ما كتلعبش دور كاع، كتلعب دور في شي مدارس بحال كلاس بريبا، وخلي كلاس بريبا ماشي مدرسه ولكن مهم، ولكن ما كتلعبش دور كبير بحال الجهوي. انا نقدر نكون وقعت في هذا الخطا نسبيا صراحه بالنسبه للنقطه، ولكن الا جينا نشوفوا الواقع خدمت ليهم بجوج صراحه. كنت المواد العلميه والمواد الادبيه. علاش قلت لكم طحت فيها نسبيا؟ حيت جبت في المراقبه 19، اول مره جبت 19 في المراقبه، وجبت في الامتحان 17، وكنت كنتوقع اكثر بشي شويه. الخطا الرابع هو العكس ديال الخطا الثالث. ما تنساش المواد العلميه. كاين اللي كيدخل راسو في فرونسي، عربيه، اجتماعيات، تربيه اسلاميه. المواد العلميه وواحد الحاجه مهمه. علاش واحد الحاجه مهمه؟ حيت في التزيام باك هما لا باز. كيفاش هما لا باز؟ راه اكثريه، راه عندك واحد 70% ديال الدروس ديال الماط اللي كتخدمهم خمي باك راه كيتعاودوا في الدوزيام باك، وغالبا تيكونوا في الوطن. يعني دوك الدروس راه تيمثلوا 75% الا جمعنا مراقبه والامتحان ديال الدوزيام باك. ما تنساش دوك الدروس، حيت فريمون اللي كينساهم كيتمحن في الباك، كيرجع من السيزيام كيبدا يراجع. نقولش لك انا عطاهم وقت كامل، قلت لكم في النصيحه اللي قبل ولا في الخطا اللي طاحوا فيه قبل، انكم تركزوا على المواد الادبيه ولا تخدموا المواد الادبيه، ولكن ما تنساوش المواد العلميه. انا نعطيكم واحد المثال. بالنسبه للول العام مثلا دير بالنسبه في راسك 60% المواد العلميه و40% المواد الادبيه. على حسب هذا 40% كالجهوي مهم، جهوي مهم، ولكن الا خدمتي تخدم من الاول للجهوي بواحد الطريقه اللي طالعه يوصل لخر العام غادي تنسى. اكثريه الدروس ولا المواد كاملين فيهم الحفاظه، بحال التربيه الاسلاميه، القران بداو من الاول. من غير القران كندوي على المصطلحات، كندوي على لي بلون برودكسيون ايكريت، كندوي على لي زوفر، حتى لي زوفر بداو من الاول مزيان، ودا غادي يوصل العام ودا تزيد في النسبه ديال المواد الادبيه وتتنزل في المواد ديال العلميه. مثلا توصل لاخر 3 شهور تكون واحد 70% ولا 75% مواد، و25 حتى 30% مواد علميه، ودا غادي حتى لاخر شهر ما تبقاش تقرا حتى كاع المواد العلميه اصلا. واقيلا كيساليو معكم الفروض بكري الا كانوا شي اساتذه مزيانين. يعني شنو مطلوب منك؟ انك تصيب واحد الحلقه ديال الوصل ما بين المواد العلميه والمواد الادبيه. امتى تطلع هذا، امتى تغلب هذا. قلت لكم النقطه ديال البروميير باك في المراقبه ما مهمش بزاف، ولكن راه عندها واحد الاهميه في شي مدارس. بالنسبه للخطا الاخر الناس كتستخيصا من الجهوي. الجهوي الا راجعتي ليه والله حتى غادي يجيك سهم الفروض اللي كدوزهم في القسم. راجعتي ليه مزيان وبديتيه من الاول ومشيتي مزيان، هاد الطريقه اللي زوينه وواحد الشامه اللي مزيانه. يعني سيروا بشويه عليكم، ما تخافوش ما ستريساوش، بداو داكشي من الاول العام، بداو تبنيو بريكا حتى تكملوا حتى توصلوا للجهوي، تكونوا ان شاء الله ضابطين كلشي. يجيكم الجهوي ساهل، تساليه قبل من الساعه الاولى، دازت فيه شويه تسالي حتى اول واحد في القسم. شكرا حتى وصلتي لهاد اللحظه. واهم حاجه، اهم نصيحه كاينه في هاد الدنيا، اهتم بالدين ديالك. علاش كيأذن داك ساليت الفيديو، اهتم بالصلاه ديالك، اهتم بوالديك. اهم حاجه كما قلت لكم كنعاود، اهتم بالدين ديالك ثم الدين ديالك ثم الدين ديالك. الله اكبر. سيروا تصلي ولا كنتيش مصلين شي صلاه. الله يعاونكم.